هي الولايات المتحدة بخطى سريعة تسابق هواجسها في جنوب شرق آسيا. يصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أستراليا، أحد الحلفاء الأكثر وفاء لواشنطن، ومن هناك ترتسم معالم تلك الهواجس في منطقة تعرف بالمحيط الهادئ. لكن الأمريكي الذي لا يعرف لتوسعه العسكري حدودا لا يرى مياها صينية راكدة في ذلك النطاق الجغرافي الاستراتيجي، بل هو التوجس عينه خيفة من أمواج عاتية قد يكون وراءها زلزال عملاق نائم تفتحت عيناه على المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وتسعى واشنطن إلى تعزيز تواجدها العسكري في أستراليا، حيث تربط البلدين اتفاقية دفاع مشترك منذ العام 51 من القرن الماضي. وتلك الرغبة الأمريكية قد لقيت ترحيبا في العاصمة كامبيرا من قبل الحكومة الفيدرالية الأسترالية. أستراليا سترحب ابتداء من منتصف 2012 بقوات أمريكية يتراوح تعدادها بين 200 و 250 عنصرا من قوات المارينز في الأراضي الشمالية لمدة حوالي 6 أشهر. إن نشر هذه القوات أمر له أهمية بالنسبة إلينا، فموافقة أستراليا لن تسمح فقط بتطوير القدرات وتعزيز التعاون بين بلدينا، ولكن أيضا ستمكن من تلبية حاجات العديد من شركائنا في المنطقة. ويقول خبراء ومختصون في التحالفات الأمريكية العابرة للقارات إن واشنطن مقبلة على انسحاب من العراق خلال أسابيع، وهي تجر أذيال الهزيمة بعد حرب خاسرة، كما أنها تنتظر بضع سنوات لخروج مشابه من مستنقع أفغانستان. وتلك هزائم تسعى إلى تعويضها بحط الرحال في أماكن قريبة من بكين التي تشكل خطرا متناميا وفق الحسابات الاستراتيجية الأمريكية، لا سيما أن القوة العسكرية للصين كما قوتها الاقتصادية تشكلان تحديا للولايات المتحدة، فقد دفعت الأخيرة تكلفة باهظة خلال حروبها الأخيرة، بينما كان العملاق الصيني يحافظ على مكاسب بالجملة ويغزو الأسواق الأمريكية ذاتها، ويوسع نشاطاته الاستثمارية إلى مناطق بعيدة جغرافيا عن محيط بكين، كما هو الحال مع القارة الإفريقية التي باتت منطقة نفوذ صيني بامتياز.